اخر سيلفي بس يلا. محمد بقول لك ايه، احنا مش لازم نطول، هنمشي على طول ماشي. انا جاي لابوك بقول لك ان احنا هنتمشى شويه ما تفكرنيش. ماشي نتمشى شويه ونمشي بقى على طول عشان ما نتاخرش برضو بره. معلش 5 دقايق ونمشي. الجو جميل قوي. خلصت عندك كلية مثلا؟ اه عندي. بس ما تفكرش وخليك ما تفكرش. بس على فكرة ماشي بالليل دي أحسن. نور ازيك يا سيدي عامل ايه؟ ازيك يا محمد؟ بتعمل ايه مع اختي هنا؟ انت عامل ايه بقى؟ ماشي فيها بسيوني؟ حماتي عارفة كده. ايه حماتك عارفه بكده؟ معنى انك انت خطيبي انك تطلع بقى بالليل؟ في ايه يا عم؟ ايه بس يعني انت ازاي تطلع من غير ما تقولي لي؟ يعني هو ايه، ما انا قايله لبابا وماما وبعد ما عارفين. انت جاي للبابا، بابا يعرف انك كنتش في هتطلعي البيت. بيه لوحدك كده على الكورنيش؟ بس انا مش شايف انت بنتكلم عادي. يا حياتنا خطيبك ما ينفعش تطلعي معاه، فهمت ولا فهمتيه؟ وبعدين لو بيحبك وبخاف عليكي مش هيطلع بيكي بالليل كده. طب والناس هتقول عليكم ايه اصلا؟ وايه يعني ابن عمتي؟ هو لما الناس انت هتفهم الناس كل اللي معدي انك ابن عمتي؟ ماشي احنا مش هو ابن عمتي وغير كده هو خطيبي في يعني. اصول وفي احترام. مش معنى ان خطيبك انك تطلعي معاه بالليل ما تطلعيش معاه غير بعد الفرح وبعد ما يكتب كتاب. فهمت ولا فهمتيش؟ يعني احنا بس ما كناش بنعمل حاجه غلط، احنا كنا قاعدين يعني. اسكت يا شمس، انت ما بتعرفيش حاجه. ايوه فعلا، ما هي شمس طالعه معاك اهي. دي نقره ودي نقره. يعني ايه دي نقرة ودي نقرة؟ شمس دي اختي. طب هو انا ايه يعني من الشارع؟ وبعدين يا شمس انا خايف عليها، هي طلعها معاه. طب انت خايف عليها؟ ايه دي عندها رجالة وانا ما عنديش رجالة؟ طب ما انا يعني اهلي بيخافوا عليا وانت خطيبي، وده واختك طالعة مع خطيبها وانت زعلان ان اختك طالعة مع خطيبها. طب ما انا اهو وبتقولي دي نقرة ودي نقرة، اللي هو ازاي يعني؟ اللي هو انت ما تردوش على اختك ما تردوش عليا. يعني انا ما عملتش معاك حاجه وحشه، وبعدين انا ماشي معاك على الكورنيش اهو. طب ما هم قاعدين احنا على كنا الكورنيش ما بيعملوش حاجة وحشة ولا. يعني انت عايز تبرري لي انا اللي هي عملته صح اللي هي عملته غلط؟ هي لو هي اللي عملته غلط يبقى اللي انت بتعمله معايا غلط. ما نعرفش، انا نعرف ان انا اختي من غير عليه، وبعدين انت حاجه وهي حاجه تانية يعني خالص. ايه انت حاجة وهي حاجة تانية خالص؟ انا واحدة من الشارع يعني ولا ايه؟ معرفش. يا شمس انا بنحبك. طب ما هو بيحبها. بقول لك ايه، هو دي اللي نعرفه، ما ينفعش ولا تطلعي اللي انت معاه. بقى شايف اختك لا دي اختي ما ينفعش تطلع، وانت بقى عادي بقى انت واحدة من الشارع لاقيك انا. بس هنا انا هسيب لك الحوارات دي واختك اللي هي معاك. ماشي هل انت شايف ان انا اللي بنعمله ده غلط؟ تمام. وبوصل بنت الناس الباب بيتي بنت الرجال. اظن انت فهمت معنى كلامه قوي، يعني مش محتاجة ان انا اوضح، انت فهمت معنى كلامه. عجبك الموقف اللي حطيتينا فيه دي؟ هو ايه اللي عاجبك ايه، ما الموقف؟ هو انت انا مش هكمل معاك من بعد اللحظة دي. ليه يا شمس انا عملت هو ايه اللي انت خايف على اختك ومش خايف عليا؟ مين انت اللي مش راضي على اختك تخرج مع خطيبها وبتخرج معايا وتيجي معايا. ايوه ما نرضاش تخرج مع خطيب خلاص عشان يبقى الناس تقول عليا ايه؟ طب والناس هتقول على اهلي ايه برضو؟ انا ما نعرفش. طب ما دي اختك وانا خطيبتك، واللي ما ترضوش على اختك ما ترضوش عليا، اتعامل معانا بما يرضي الله. انت بتعمل معايا حاجه حط اختك قصادها. طب انا لو خطيب اختي احنا عمل كنا معايا قاعدين نفس انا ما يعني. بعمل مع خطيبتي. يعني مفيش حاجه حصلت يا بسيوني، انت كبرت الموضوع كده ليه ومشيت محمد خلاص انتهى زعلان. الكلام. انتهى الكلام نروح واحنا اللي نتصرف بينا معاك. انتهى احنا كمان يا تجيله يا بس. شمس. انت مش بتتعامل معايا بما يرضي الله زي ما بتشوف اختك تشوفني، زي ما بتشوف مثلا اللي انت بتعمله معايا. حط ان هيتعمل على اختك، هتوافق ولا مش هتوافق؟ انت مش موافق على اختك ليه موافق عليا؟ فاللي هو انا كده ما اقدرش اكمل معاك اصلا. وبعدين يعني عايز ايه طيب؟ عايزه ان هو انت تاخد دبلتك ويلا مع السلامه. شمس شمس عجبك؟ انا ما عملتش حاجه، انت اللي عملت كل ده. انا اللي عملت كل ده؟ اطلعي من وراي ما طلعتش من وراك، ما هم عارفه. قدامي وربنا اللي نفك في البيت قدامي. ماشي ماشي.